بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بيكم. النهاردة ان شاء الله يوم جديد وفيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت مية على البوتاجاز علشان انا جايبة معايا كرنباية وهعملها ان شاء الله محشي. نبتدي كده مع بعض، ولو لسه ما اشتركتش معايا في القناة ارجو ان انتي تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد انا بعمله يوميا. في الاول كده جبنا الكرنبايه، طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا بنجيب الكرنبه ونروح حايشين اللي هي الايه القمع بتاع الكرنبه من فوق عشان تسلكوا كل ورقه كده تطلع لوحدها. لو هتستعملي حله الومنيوم يبقى لازم تحطي ليمون في الميه اللي بتغلي على البوتاجاز عشان الحله ما تتزرقش منك. فانا حطيت ليمونه وحطيت كمون وملح، دي ميه سلق الكرنب علشان الكمون طبعا بيساعد ان بيحوش الانتفاخات، والملح وكمان الليمون علشان الليمون ده بيخلي الحله ما تسودش او تزرق مني. هبتدي كده انضف اي حاجه كده في الكرنبه علشان لما اجي اسلك كل ورقه لوحدها تبقى سهله كده. طبعا لو حله كبيره معاكي تقدري تشيلي الكرنبه كلها كده وتحطها ببعضها في الميه على وشها من تحت، يعني تخلي وشها كده من تحت. بس طبعا الحله مش هتاخد كل الكرنبه دي، فبشيل الورق من بره لغايه ما الاقي الورق لو جه يتكسر مني بقى بروح حاطه الكرنبايه كلها. فانا بدات ان انا اشيل كده ورقتين بورقتين. طبعا نجاح الكرنب المسلوق او فشله ده بيتوقف على المده اللي انت حطيتها على البوتاجاز، يعني يا دوب تشمميه النار بس كده وبعدين تشيليه. ما ينفعش تسيب الكرنب يستوى منك في الميه، لان كده لا هتيجي تلفيه مش هتقدري تلفيه، يبقى الكرنب باظت منك. فانت كده حط الكرنب على البوتاجاز يدوب، يعني اول غلوه كده وبعدين تشيل الكرنب بقى ايه تحت الميه او تحطيه على صينيه كده تفرديهم ان هي تبرد معاكي. حطيت كده صينيه اهو جنب البوتاجاز عشان اشيل من الميه واصفي واحط على طول على الصينيه. انا بحب احط على الصينيه واودي على الميه الساقعه على طول، الميه تحت الحنفيه على طول. انا طبعا لان البوتاجاز اللي ناحيه الرخامه ديت ما فيش جنبه ميه، فانا هعمل كله وبعدين هشيل كل الكرنب واروح بقى على الحوض اغسلهم. لكن لو انا عند البوتاجاز اللي ناحيه الحوض هشيل من على النار احط على طول تحت الحنفيه. كده الحله مش واخده الكرنبايه فهعملها حته حته كده. طبعا لو حله كبيره قوي هتبقى احسن. على بال بقى ايه مسلق الكرنب كده جنبي، جهزت معايا كده صينيه. ابتدي بقى ان انا ايه اعمل التسبيكه بتاعه المحشي. اطلع كده بصل، طبعا ما تستخسريش بقى في البصل لان البصل هو اللي بيطعم المحشي. طلعت بصل ابيض واحمر نلخبطهم كده على بعض. طبعا المحشي عايز بصل وطماطم وكزبره وشبت وبقدونس وتوم والرز. طبعا انا هعمل النهارده ان شاء الله محشي كرنب ومحشي كوسه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، احنا في شهر شوال، وشهر شوال ده بيبقى كله ايام بيضه. يعني حد لما يجي حد يجي يقول لك انت هتصوم الست ايام البيض، الست ايام البيض دول مش اللي بعد رمضان على طول، يعني مش هما اللي هما من تاني يوم شوال 6 ايام بعدهم هما الرص ورا بعض كده على طول، لا ده هو الشهر كله، الشهر كله ابيض. فالست ايام البيض دول تقدري تصوميهم من اول الشهر لاخره، من اول تاني يوم العيد. يعني طبعا اول يوم العيد ده ما ينفعش ان انت تصومي فيه، من تاني يوم العيد لغاية 30 شوال او 29 شوال يعني اخر الشهر ده تقدري تصومي الست ايام البيض. طبعا انت لو اللي لسه ما صامش بقى ال6 ايام يلحق يخلصهم علشان النهار هيبتدي يطول من 26 ابريل. يوم 26 ابريل هيبتدي التوقيت الصيفي، فهيقدموا الساعة 60 دقيقة، والمغرب هيدن بعد ما كان بيأذن مثلا دلوقتي 6:15 هيأذن 7:15. فطبعا النهار هيبقى طويل منك فما تقدريش تصومي يعني اليوم كله. طبعا ربنا يقدر طبعا اللي بيقدر يصوم
بس يعني ايه، حاولوا انتوا تخلصوا الايام اللي هي 6 البيض دول، او اللي عايز يخلص حاجه من اللي عليه او حاجه. طبعا انا قشرت البصل اهو. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اللي يصوم، طبعا حديث فيما معناه ان من صام شهر رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. الدهر كله يعني صام سنة بحالها يعني. فالسنة بحالها 365 يوم. لو انت هتحسبي مثلا ال 30 يوم رمضان هتضربوهم في 10 أمثالها يبقوا 300 يوم، و6 أيام البيضة بيبقوا اليوم ب10 يبقى 60 يوم، يبقى 360 يوم يعني سنة فعلا. ثوابها يعني أكنك صمتي سنة. فهي أيام جميلة جدا، ويا رب يقدر كل واحد إن هو يصوم، واللي ربنا مش مقدره ربنا يجازيه خير في أي حاجة تانية هو بيعملها، صدقة مثلا بيعملها، برضو لو في أي حاجة تانية بيعملها بينه وبين ربنا كده، قيام ليل مثلا، بيعمل بيقرأ قرآن كتير، طبعا كل ده ثواب وربنا بيجازي عليه. انا كده خلصت سلق الكرنب اهو وغسلت البصل. حبيت اعمل توليفه كده من البصل ابيض على احمر. جبت كده الكبه وقلت ايه اعملهم فيها بدل ما اقعد اعمل على ايدي. طبعا انا انت تقدري تعملي المحشي باكتر من طريقه. تقدري تعملي التسبيكه على البوتاجاز وتعملي مرتة بصل وخلاص. لكن انا بحب بقى اعملها ازاي، بحب اصفر بصله كده في الاول وبعدين انزل عليها بالطماطم وبعدين اعمل المرتة لوحدها. يعني تقدري تعملي بالطريقتين. اللي مش عايز اي تسبيكه خالص، مش عايز اي تخديعه بصل، تقدري ما تصفريش البصله خالص وتعملي ني في ني. وفي ناس ما بتسبكش الطماطم اصلا، في ناس بتعمل كله ني في ني كده. لكن انا طبعا انا بسبك. انا حطيت بصله كده على النار. اما لو فرمت البصل كله مع بعضه نزلت بحبه كده في الزيت. تقدري تحطي سمنه لو انت عايزه، بس انا بحب اعمل المحشي بزيت يعني، عشان لو اتحط في تلاجة او سبتيه يبرد وكده ما تبقاش السمنه باينه قوي فيه. هصفرها بس حاجه بسيطه كده، ما تبقيش ايه تحمري البصله قوي عشان ما تعملش حموضه في المعده. معلش صوت المروحه كان واضح في التسجيل وانا ما عرفتش الا بعد ما خلصت يعني. فالبصله كده وانا بعملها عملت المرتبه جنبها وعملت وقطعت الكزبره والشبت وعملت جبت توم برضه اهو علشان اقشره وادقه. بس هي الكاميرا فصلت بقى ما جبتش الحاجات ديت. فانتوا عارفين طبعا تقطيع الخضره وغسل الرز واللي هي ايه تسبيكه المحشي المعتاده اللي احنا بنقدر نعملها. عملت اهو، جبت بقى التوم جنبي وفصصته اهو، قشرته يعني، وبدات ان انا بقى ايه ادقه كده في المدقه. وخلصت التسبيكه خالص اهو. وطبعا انا عملت الكوسه. جبت الحفر بتاع الكوسه من جوه وحطيته وفرشته كده في ارضيه الحله. وخلصت التسبيكه خالص بتاعه المحشي الخلطه. وبدات ان انا ايه املى كده الكوسه. في الوقت ده بقى هخلص دول واقعد احشي برضو الكرنب كده. يبقى انا كده عملت تسبيكه المحشي. ان انا صفرت بصله على البوتاجاز ونزلت عليها بالطماطم وسبكتها خالص، بس انا مش عارفه المقاطع ديت انا صورتها بس مش عارفه راحت فين. وعملت بصل مرتة وعملت توم وقطعت الكزبره والشبت وبدات ان انا اعمل الخلطه كده على بعض، وعلى طبعا الملح والفلفل والكمون. ما تمليش بقى الكوسه قوي عشان وانت بتسويها على البوتاجاز ما تبقاش مليانه كده رز ويبقى شكلها وحش وطعمها وحش. طبعا في ناس كتير هتقولي انت ما بترصيش الكوسه واقفه ليه. المفروض ان في ناس كتير بتعمل الكوسه تبقى واقفه كده في الحله، والبتنجان برضو، بس انا بحب انيمها كده. وعملت برضو شويه بطاطس كده وحطيتهم في النص. خلاص يبقى دي كوسه اهي وبطاطس. مش هولع عليهم الا بعد ما اعمل الفراخ عشان اخد شوربه من الفراخ احطها على المحشي. خلصت الحله ديت. وطبعا في الوقت ده برضو خلصت حله الكرنب.
كده خلصت كده الحشو اهو. نشيل بس دول على جنب كده علشان ايه تبقى الحته نضيفه حوالينا. الفراخ طبعا انا مجهزه برضو الفرخه، غسلاها ونقعاها بالدقيق والملح والليمون، والشطفه الاخيره بتحط عليها خل. ما تحطيش الخل في الاول لانه بيثبت ريحه الزفاره. طيب الفرخه اهي. طبعا لو انا بطبخ الفرخه كده جنبه خضار او حاجه بحط فيها بصل واعمله مرتة، لكن انا اصلا كده كده مش محتاجه المرتة في حاجه لان انا عامله محشي، فمش هناكل المرتة دي يعني. فحطيت في قلبها كده ايه بصلايه وطماطمايه تدي لها ريحه بس وهي بتتشوح كده، وحطيت عليها نطره كمون صغنونه قوي، متكترش كمون يعني، حتى نقطه صغيره، ممكن في ناس مبترضاش تحط اصلا كمون، وعليه فلفل وملح. وبعدين شوحتها على البوتاجاز ونزلت عليها حطيت عليها بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل حراق، وحطيت عليها بقى الشوربه بتاعتها. لما غليت خدت من الشوربه بتاعتها وحطيت عقد بقى المحشي الكرنب اهو. طبعا انا عملت المحشي اكتر من مره في القناه، يعني انا عملت قبل كده محشي البتنجان ومحشي الكوسه ومحشي الكرنب وورق العنب، عملته اكتر من مره في القناه. عشان كده النهارده فيديو سريع كده، ما عملتش التفاصيل كلها لان انا صورتهم اكتر من مره. انا برضو انا بس يعني حبيت ان انا اشارككم اليوم كده واقول لكم روتين اليوم ايه. فالاكل النهارده فراخ ومحشي كرنب ومحشي كوسه وبطاطس. طبعا لو انت عايزه المحشي بقى بتاعك يبقى يعني سايح كده والرز يعني ايه يكون مش مفلفل، هتحط الشوربه هتغطيه من فوق خالص بالشوربه كده. لو انت عايزه المحشي يكون مفلفل، ما تخليش الطبقه اللي فوق عليها ميه، يعني خلي الطبقه اللي فوق باينه من غير ميه، فده هيطلع منك مفلفل. خلاص المحشي كده اتشرب اهو. الفراخ بقى استوت خلاص على البوتاجاز. اشيلها بس كده عشان ايه ابردها بقى، احطها في صينيه واحمرها. طبعا لو انت بتعملي محشي، لو انا اصلا بحمر الفراخ في الايام العاديه يعني، لو جنب مثلا خضار او حاجه بحمرها في الفرن عشان الزيوت وكده، لكن انا عايزه احمرها في زيت علشان اخد الزيت منها واحطها على المحشي. اخد الزيت اللي انا حمرت فيه الفراخ واروح احطها على المحشي، ده بيخلي الريحه والطعم احلى وبياخد من طعم الفراخ. في الوقت ده بقى ابني وقف يعمل شويه عصير فراوله كده بيفضها. في ناس بقى بتحب تحط جنب الاكل بيبسي او ايا كانت المسميات، يعني مشروبات غازيه وكده، بس انا مبحبش كده لانها بتعمل يعني انتفاخات وبتعمل عسر هضم وحاجات من دي، فانا مبحبش انا احط الحاجات الغازيه دي على الاكل، لكن بنحط بقى عصير طبيعي. فبدات ان انا اجيب صينيه كده ونزلت عليها بمحشي الكرنب والكوسه والبطاطس ابردهم. اللي عايز ياخد بقى على طبق ياخد، واللي عايز ياكل على الصينيه ياخد. انا بحب ان انا افضي المحشي على الاول على صينيه، وبعد كده نشتغل بقى نحط في اطباق، وممكن تاكله على طول على الصينيه عادي يعني. طول عمر طول عمر اهالينا معودينا ان احنا نحط على الصينيه كده ونحط الفراخ او البط او اللي انتوا طابخينه بقى مع المحشي عليه كده وخلاص. وفي ناس بتاكل بقى بالشوكه، ناس بتاكل بالمعلقه، ناس بتاكل بايديها، دي حريات بقى شخصيه، كل واحد بقى يعمل اللي هو عايزه. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعل ايامنا كلها خير وبركه وسعاده، وربنا ينجح اولادنا ان شاء الله في كل الامتحانات اللي قدامهم. تصبحوا على خير.